بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا اكله جميله جدا، محببه ولذيذه ومغذيه. طبعا هي اكله شتويه جميله. طبعا هنعمل مع بعض السبانخ دي اكله فعلا كلها فيتامينات وغذاء. فانا نزلت هنا في الحله معايا سمن وزيت، ونزلت باتنين بصل كبير مفروم قوي، قلبتهم بالشكل ده مع ملح وفلفل كزبره جافه، شويه شطه كده فركتهم، بتدي طعم حلو قوي. فكده اخدوا اللون بتاعهم، انا مش بستنى عليهم انهم يتحرقوا، بياخدوا اللون الجميل ده كفايه قوي. بنزل بعصير الطماطم، انا عصرها طبعا كويس. طبعا بقلبهم، وكل شويه بروح بقلب عليهم عشان يتسبكوا لحد ما تبدا يعني تمسك نفسها، والسمنه تبقى فوق يعني تظهر كده تفقفع معايا كده. انا خلاص تمام جهزتهم. وطبعا انا عامله سبانخ، ما بحطش اللحمه في الطبيخ، بخليها منفصله لوحدها على اساس لو عندي ضيف ولا حاجه اطلعها كده يبقى منظرها جميل، ما تبقاش شايله معايا من السبانخ ومش حلوه. فهنا طبعا اللحمه انا نزلت بيها في طاجن حلو كده، سخنته على النار مع حته سمنه بلدي جميله. وطبعا بتبلها بالملح والفلفل، وبقلبهم كويس جدا كده. طبعا كانت محتاجة معايا حبتين شوربة صغيرين على اساس لما تبدأ تستوي في الفرن ما تبقاش جامدة قوي. فانا نزلت بمعلقتين شوربة كده وظبطت ملحها. وده فلفل اسود، لان الطاجن لما بيبقى في الفرن بيبقى يعني الفلفل الاسود بيديله نكهة جميلة برضو، وبتعمل فيه شوية سبايس حلوين برضو كده. انا غطيتهم بالورق السيلفر ودخلتهم الفرن. وده كمان معايا التقلية بقيها، زودتها شوربة. ودي السبانخ طبعا مغسولة كويس جدا، لان السبانخ بتبقى مليانة حبيبات رمل وكده، فلازم تتغسل في مية جارية تحت الحنفية. حطيتها في مصفى، وبعد كده قطعتها بالشكل ده. بنزل بيهم كده بياخدوا غلوة. بنزل بشبت معايا برضو متقطع، بيديها طعم وريحة جميلة. وبغطي وبسيبهم طبعا لحد ما تستوي السبانخ معايا. قبل ما تستوي بشوية بنزل بمعلقتين رز كده مغسولين على اساس يربطوا معايا القوام شوية، وبسيبهم برضو يغلوا شوية كمان كده. اتظبطت معايا واستوت. وهنا بقى الطشة بتاعتها توم وزيت وسمنة، ومعلقتين او 3 معالق كزبرة خضرة مطحونة في الكبة مع شوية شبت. طبعا كلهم بنزل بيهم كده مع بعض. طبعا بقلب كويس جدا لحد ما ياخدوا اللون الجميل ده. جميل قوي ريحتها، وبتملى البيت طعم وريحة جنان يعني، وفعلا عظمة. انا بفضل السبانخ جدا على اساس ان هي فيها قيمة غذائية عالية ومفيدة. فكده انا بعد ما استوت برضو ما بحبش اخليها ماسكة قوي، بتبقى فتة شوية عشان بتتغمس بالعيش برضو بتبقى جميلة وطعمها حلو قوي. فكده انا خلاص تمام استكفيت معايا كل حاجة في السبانخ كده تمام، مش ناقصها حاجة، استوت معايا. طبعا كده بعد ما استوت. وده الطاجن اللحمة برضو بعد ما خرج من الفرن. اللحمة استوت جدا واتهرت ومسكت كويس قوي في المرق بتاعها، بقت جميلة جدا. وكده انا احب احطها قدام اي ضيف بيبقى منظرها جميل ورائع. ممكن نحطها في سيرفيس، او ممكن نقدمها بالطاجن كده مع عيش طبعا ومقبلات حلوة طعمها جميل. يا ريت تجربوها، وشكرا ليكم.